حابلو راسو حبه ديال الزرع، فين ما شاف شي فروج كيهرب. شدوه داوه للمستشفى عالجوه، قالوا له دابا صافي ما بقيتيش حبه ديال الزرع، قال له صافي ما بقيتش حبه ديال الزرع. ويخرج ويرجع كيجري. قالوا له مالك؟ قال لهم واحد الفروج. قال له انت ما بقيتش حبه ديال الزرع. قال لهم انا مقتنع، شكون اللي يقنعهم هما؟ انا مقتنع باللي انا مزيان، شكون اللي يقنع الاخرين؟ واش فهمتوني ولا لا؟ لا حتى الليل وفكروا فيها وغتضحكوا ديك الساعات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من تبع هداه. معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أول ملاحظة إلا قبلتوها مني، وأنا بصفتي أمين عام ورئيس حكومة سابق إلى آخره، ملي كنجي عندكم ولا بحال الإخوان اللي عندكم اللي كيشبهوا لكم في المدن كلها، ما كنشعرش بالحرج، ما كنشعرش براسي، كنشعر براسي في الحقيقة بحال أنا مع العائلة ديالي. نتوما كنشوف فيكم كاملين خوتي وخواتاتي، وولادي ووليداتي، والاحفاد ديالي والحفيدات ديالي، وكنشعر بانكم كتشوفوا فيا واحد الانسان قريب منكم، ولهذا لا اشعر بالحرج. واش تنبقى اللي قال لي راسي كنقولها، لا بانت لي شي نكته كنعاودها، لا بان لي شي اخ طول كندير له شي اشاره واخا كنتفضح بعض المرات، فهمتي ولا لا؟ الله يبارك فيك. وهذه هي الكلمة اللي كنت بغيت نبدا بها، اللي قال الأخ ايوا خليونا دابا واحد القضية. دابا الله يجازيك بخير. لا هو كاينه واحد القضيه، يمكن هذا النهار نسكت ونعطيكم الميكروفون تكلموا غير انتم احسن كاع. لا غير سمعوا شويه، الله يجازيكم بخير. انا هذا الابواب ما سمي بالابواب المفتوحه في الحقيقه هي قلوب مفتوحه. القلوب ديال العداله والتنميه مفتوحه للمواطنين، والقلوب ديال المواطنين مفتوحه للعداله والتنميه. وهذا الشيء من اجل كل شيء، هذا الشيء اللي كانوا كيقولوا لكم هاد الاخوان، كانوا كيقولوا لكم اشياء وهي جزء يسير من داك الشيء اللي يسر لنا الله سبحانه وتعالى وعبلنا. وربما هي السياسه شويه معقده، ما كيفهموش عموم الناس، ما كيفهموش التفاصيل ديالها. ولكن السياسه مهمه جدا، لان هي اللي كتتخذ القرار بحال هادشي اللي قال الاخ دابا، الله يجازيه بخير. فخاص بغيت اليوم، انا في الحقيقه تيقولوا بالفرنسيه جي لو كور لوغ، يعني عندي واحد الثقل على الصدر ديالي. علاش؟ لانه هذا الشيء اللي كنطلبوا منكم حنا ثقيل. شو كنطلبوا منكم؟ كنطلبوا منكم تفهموا مزيان، كنطلبوا منكم توعوا مزيان، وكنطلبوا منكم تحملوا مسؤوليتكم، وكنطلبوا منكم
ما يتلاعبوش بكم وحدين اخرين مره اخرى. هذا هو اللي مهم. هذا هو اللي مهم. إلا عجبكم العداله والتنميه فبها ونعمت، ما عجبكمش ماشي مشكل. العداله والتنميه يمشي عاود ثاني يقاد راسو ويوجد راسو للانتخابات المقبله. ولكن انتوما دابا كمواطنين، ومن خلالكم ما كنتكلمش معكم انتوما باعتباركم ربما انتوما ما صوتيوش على هذه الحكومه هذه اللي طلعت، ولكن المغاربه هما اللي صوتوا عليها. ها انتوما كتشوفوا الزواق والكذوب والوعود الفارغه والكاذبه والدهشره، كيفاش كيحاولوا يدهشروا المواطن باش تيقولوا هادو بلا شك تيفهموا، هادو بلا شك هما اللي غادي يصلحوا البلاد، هادو بلا شك اللي غتكون معاهم الخير. ولكن كتعطيهم فرصه فيها 5 سنوات، وذاك ال5 سنوات كيديروا فيها اللي بغاو، وربما ينهبوا البلاد، وهذا وقع، وربما يوصلوها للخراب. ما تنساوش حنا كنتكلموا على 20 فبراير، ولكن هذه ما كاملاش عام ياك السي دريس، ما كاملاش عام راه المغرب كله اشتعل فيما سمي بجينيراسيون زد، وما عرفوش حتى شكون هاد جينيراسيون زد، جيل زد، شكون المسؤول عليها، شكون اللي كيعطيها التوجيهات، شكون اللي كيعطيها الافكار، ولكن يعني في كل بلاصه ضجيج الفوضى. يعني حنا شفنا داك الشيء بعينين انا والسي دريس، فهمتي ولا لا؟ كنا جايين من قنيطره للرباط وشفنا داك الشيء بعينينا، شفنا السيارات ديال الامن كيتحرقوا، شفنا اشياء صعيبه. ووصل داك الشيء المواجهه في المناطق في الجنوب التي كادت التي ادت الى فقدان 4 المواطنين الارواح ديالهم اللي كانوا باغيين يهجموا على واحد المكان. بمعنى اخر كنا غندخلوا في الفتنه. بمعنى اخر الاخوان ان السياسه، حيت دابا الا كان شي واحد موظف تيربح 10 ولا 15 الف درهم تيقول انا مالي ومال هذا الصداع كله، انا غنمشي لداري ونعيش انا والمراه ديالي والوليدات ديالي وخليهم يدبروا لريوسهم، حنايا ما ندخلوش في هذا الشيء. او لا شي تاجر او لا شي صانع تقليدي كيربح بزايد الى اخره، او لا تيقول انا هذا الشيء اللي كنربح بركه عليا، كنت كناكل يعني فروج ولا 2 في الاسبوع، عندنا ناكل غير النص الى اخره. ولكن لا دابا انت ما تصفقت نقول لك غتاكل 3 دابا فهمتي. ولكن الاخوان ديالنا خاصكم تفهموا باللي هذا الشيء كله ما هواش مضمون مع اي واحد، ما هواش مضمون مع اي واحد. خاص اللي غادي يجي يقترح عليكم نفسوا للسياسه خص تكون فيه مواصفات، وخصكم الا شفتيوه ما وفاش تقولوا له هذا الشيء ما عندكش فيه الحق في الوقت المناسب. علاش؟ الحمد لله انتم فرحانين بنا اليوم وحنا فرحانين بكم اليوم، لانه حنا كتعرفونا. واش عاد دابا غنقول لكم شكون هو عبد الاله بن كيران، ولا شكون هو السي مولاي دريس الازامي، ولا شكون هو السي مصطفى الخلفي، ولا الاخوان والاخوات الاخرين. كتعرفوهم في البرلمان، كتعرفوهم في الحكومه، كتعرفوهم، شفتيوهم بعينيكم. داك الشيء علاش توحشتيوهم بحال اللي قال الاخ. جات مرحله جاوكم شي وحدين اخرين قالوا لكم تستحقون احسن، ماشي نتوما اللي صوتوا عليهم الله اعلم، ولكن اللي صوتوا عليهم المغاربه ها هما شافوا شنو هو احسن، توحشوهم. دابا الاخوان ديالنا اللي غادي يجي لهذا الامر تيخصو مواصفات. كيفاش خصها تكون هذه المواصفات؟ اول هذه المواصفات هي الصدق، لان السياسه اما ان تمارسها بصدق بصراحه، تجي عند المغاربه تتكلم معاهم وتقول لهم الحقيقه، ودير داك الشيء اللي خاصك دير،
واخا يكون قاصح. المغاربه قبل كانوا كيقولوا قاصح ولا كذاب، قاصح ولا كذاب. ملي كتجي تتبدا تتبيع للناس الوعود الخاويه، كتكذب عليهم، كتقول لهم غندير وندير وندير. راه الاخوان ديالنا تنشروا الوعود اللي هذه الحكومه هذه جات على اساسها، 10 ديال الوعود، حتى وعد فيهم ما وفت به، ربما الا واحد الا باقي كنتذكر، لانهم ما عندهمش غرض باش يتعرفوا باللي هما صادقين ولا هما صرحاء. كيقولوا باللي غادي يجيو لعندكم وغيقولوا لكم اللي بغاو هما، وغتيقوهم وغتتبعوهم، وغتخرج النتيجه خايبه، وغيعاود يرجعوا لعندكم وغادي يعاودوا يكذبوا عليكم، ولا غادي يعطيو لشي بعض الناس شي مساعدات ماليه، ولا غيمشيو عند الشناقه ديال الانتخابات، الفراقشيه ديال الانتخابات اللي كيمشيو لعند العائلات ولعند القبائل وتقول له شحال عندك من صوت وتعطيه المقابل ديال داك الشيء. شنو هذا الشيء؟ هذه خيانه للوطن. الاخوان ديالنا انتم عارفين، كل واحد فيكم عارف، من اصغر خليه في المجتمع الى الوطن، الاسره، المتجر، المصنع، الورشه ديال العامل، كل شيء عارف باللي النجاح راهين بالاتقان، راهين بالصدق، راهين بالصراحه، راهين بالامانه. هذا الشيء معروف في العالم كله، ماشي غير هنايا. هادو كيجيو ولكن التجار ديال اليوم ماشي التجار كلهم، التجار اللي مزيانين كاينين، والله يعطيهم الصحه والله يعاونهم والله يزيدهم من الرزق، ولكن التجار ديال الواجهه وديال المنظر وديال السياسه كيجيو تيكذبوا على الناس وفي الاخر ماشي كتسوء الاوضاع ديال المواطنين بحال اللي قال الاخ. في الاخر يقدر لا قدر الله البلاد كلها هي تمشي في حالها. ولهذا حنا جينا تنذكروكم بالامور اللي خصها تكون في المسؤولين اللي غيجيو يحكموكم في المستقبل. كان فينا داك الشيء مبارك بن سعود، كان في غيرنا احسن، ماشي مشكل، يا ريت يكون في غيرنا ويكون احسن منا. خاصهم يكون عندهم القلب على الشعب. اسمحوا لي يا الاخوان، ما يمكنش واحد باغي يربح من السياسه يعطيكم شي حاجه، راه ما يعطيها لكم حتى يكون مضطر، حتى يشعر بالسيف على عنقه عاد يعطيها لكم، حتى ديروا له الاضرابات بحال اللي داروا رجال التعليم، وحتى ديروا الاضرابات بحال اللي داروا الطلبه ديال الطب، وحتى توصلوا البلاد للفتنه بحال اللي داروا لا جينيراسيون زد، وحتى. اما الاصل ان الانسان اللي كيحكم تيخصو يكون اول قبل كل شيء تيبغي هذا الشعب، تيبغي المواطن العادي البسيط، تيخصو يكون كيشعر به. شنو هي القصه ديال الارامل اللي درتها انا والسي عبد الله باه رحمه الله والحكومه تبعنا بطبيعه الحال ساعتها؟ القصه ديالها اننا شفناها في التلفزيون، واحد المراه مسكينه كتبكي، راجل هذا جزار كيبيع في الاسواق، ركب في الطاكسي ومشى للسوق، دار الطاكسي حادثه، ماتوا الناس ربما كلهم مات حتى هو معهم. هذيك المراه كتبكي كتقول لهم عندي 3 ديال الاولاد وما عنديش اللي يخدم عليهم، ما عنديش، خصني انا دابا نخرج نخدم عليهم. بقات فينا لان علاش؟ ملي غادي تخرج هي تخدم عليهم، بمعنى غتخدم في البيوت بالظروف اللي كتعرفوا ديال العاملات ديال البيوت، خصوصا في ديك الاوساط الضعيفه والفقيره الى اخره. شكون اللي غيقابل هذاك الاولاد؟ هذيك الساعات قلت انا للسي عبد الله باها، من بعد ما ترفض لنا، بغينا نديروا الدعم المباشر لكل شيء الاسر المحتاجه، من بعد ما يسر الله سبحانه وتعالى القضيه ديال المقصه هذا نعاود نشرحها لكم بالطريقه ديالي انا. قلت لهم خصنا نديروا منحه لكل امراه ما عندهاش لا نتريت ديال راجلها الا مات،
نديروا لها منحه باش تربي الوليدات. اللي عندها ولد واحد 7000 ريال، اللي عندها جوج 14000 ريال، اللي عندها ثلاثة 21000 ريال. اليوم واحد الأخ قال لي يا سي عبد الإله، الأخت ديالي هادو ولادها كملوا قرايتهم لأن داك الشيء اللي درتي انت ديال الأيتام. واش هادي عندها شي ثمن؟ علاش هاد الشيء؟ لأننا حنا حيت في العالم كله معظم الناس كيكونوا فقراء او لا متوسطين، ولكن شي وحدين فيهم كتيسر لهم شي ظروف كينقزوا للفوق. ملي كتنقز للفوق خاصك ما تنساش لتحت. راك عاد البارح وانت جيتي من وسط متواضع، ولا واخا تكون جيتي من وسط ميسور وغني، خاصك الدين ديالنا والعقيده ديالنا والاخلاق ديالنا والتربيه ديالنا كتخليك تبقى تتفكر في هذاك اللي لتحت دائما. اليوم هاد الناس هادو تيفكروا في حاجه واحده، يطلعوا للفوق. هادوك اللي لتحت الهلا اش كيقول المغاربه؟ الهلا يقلب بيهم. انت ما تصلحش للحكم، ما تصلحش، لانه اول قبل كل شيء خاص يكون عندك القلب. حتى اللي قلت لكم قبيله سيدنا يوسف عليه السلام قيل له يا يوسف لماذا تصوم يوما وتفطر يوما؟ قال وهو تعلمون انه كان يعني على خزائن الارض، هو اللي كيتحكم في كل شيء، المخزونات ديال الدوله. قال لهم اخاف ان اشبع فانسى الجياع. لان إلا وليتي عايش انت غير في الفوق وغير في الطرف وغير باش غتفكر؟ فخصك تكون عندك الكبده على الناس، ثم تخصك. ولهذا حنايا ملي تحملنا المسؤوليه بدينا كنعملوا في هذه الاجراءات. علاش؟ كنعرفوا شنو هي المأساة ديال المراه فقدات رجلها وما خلالهاش لا ريتريت وما كانش عندها شي وظيفه. هي كنعرفوا المأساة ديال الطالب اللي كيمشي يقرا وما كياخذش المنحه، او لا كياخذ واحد 8000 ريال اللي كانت ديك الساعات 24000 ريال في 3 شهور، رديناها 38000 ريال. طبعا غتقولوا لي السي عبد الاله واش 38000 ريال في 3 شهور غتقد الطالب؟ اللي تيقول المغاربه اللي دار شي احسن من اللي ما دار والو. كنقولوا كيف ما كان الحال ماشي 24000 ريال هي 38000 ريال. فهذا هو تخصك تكون انت. المساله الثالثه خصك انت تكون ديزانتيغيسي. ما معنى ديزانتيغيسي؟ معناه ان انت ما جايش للدوله باش تجمع الفلوس، وما جايش للدوله باش تولي غني، وما جايش للدوله باش تكبر الثروه ديالك بطريقه تتجاوز الحدود. انت جاي للدوله غتاخذ اللي خصك. نعم، ما غاديش نديروك وزير وما تلقاش ما تاكل. غتجي كاينه اجور وامتيازات وقوانين طبيعيه، هذيك ماشي مشكل. ما تمدش يديك لحاجه اخرى، ما تحشيش عينيك في حاجه اخرى. هذا السيد رئيس الحكومه، انا غير تصنتوا لي الله يسامح لكم في التصفيق. هذا السيد رئيس الحكومه ايوا راه جالس كيعاودها، فهمتي؟ هذا السيد رئيس الحكومه الاخوان، انا ما تنعيبش عليه الاثمنه. ربما الاثمنه تكون ظروف تبدلات دوليا، ولكن تنعيب عليه انه مشى تيدير يدو في مال الله، في مال الدوله، في المال العام. انا كنقولها له بصراحه. انتم دابا كتقولوا المقاصه، وشي وحدين تيقول لك علاش عبد الاله بن كيران عنده المعاش الاستثنائي. انا المعاش الاستثنائي عطاه لي سيدنا.
بغيتوني زعما نردوا ليه تيسحب لكم واش انا الحسن البصري ولا رانا غير عبد الاله بن كيران. ما غنردوا ليش لانه ماشي صواب باش نردوا ليه، وما غنردوا ليه حيت ما عنديش باش نعيش. انا خصني دابا الا بغيت نعيش خصني نخرج نخدم. خليوني غير نخرج دابا من هذه القاعه بسلام والله يجازيكم بخير. انا راه فين ما مشيت الناس كيتلقاو ليا وكذا. ولكن انا شنو ملي سيدنا صافط لي هذا المعاش شنو قال لي؟ قال لي السي بن كيران لانه بلغه انني ما بغيتش نطلب المعاش، حيت كاين واحد المعاش قانوني خصني نطلبوا لرئيس الحكومه يصيفطوا لي. وجاو لعندي باش نوقع لهم، قال لي السي بن كيران ما بغيتش نوقع لهم. قال لي السي بن كيران ما توقع والو وما تطلبش انت ماشي ديال الطليب. وجا لعندي فؤاد علي الهمه حتى للدار، قال لي قال لك سيدنا غتكون بحالك بحال السي عبد الرحمن اليوسفي، بحالك بحال السي عبد الله ابراهيم. والسي عبد الرحمن اليوسفي كان كياخذ 7 المليون في الشهر ومراته باقيه كتاخذها لدابا، ولكن الناس مقابلين عبد الاله بن كيران. ولكن الا بغيتيني نعطيكم الحساب ديال ديك 7 مليون راه نعطيها لكم، راه انا ما عندي مانع، فهمتيني ولا؟ فهمتي الكسكسو نهار الجمعه، السردين والعدس نهار الثلاث. لا دابا قلبنا نهار الاربع لانه كيجيو الاخوان قال لك نصلحوا الجره شويه الى اخره. الحمد لله عايشين بسلام. الاخوان المغاربه، البرلمان خرج كيقول 17 مليار ديال الدرهم اللي خداو هاد الناس اللي كيبيعوا المحروقات، اللي قال لكم قبيله مول البومبه الكبيره الا فهمتيو، يعني الشركات الكبار اللي كتجيب المحروقات من الخارج وكتبيعها في المغرب، وعلى راسها الشركه ديال اكوا ديال افريقيا، افريقيا سميتها اكوا هولدينغ اللي كتجيبها للرئيس ديالها هو السي عز اخنوج. 17 مليار اللي خرجوا اللي خداوها بغير حق. علاش؟ لانهم ما احترموش قواعد السوق، كان خاصهم يتنافسوا، لو كان تنافسوا غيطيح الثمن. هادشي سهل، سولوا الجزاره وسولوا ملي كيكون التنافس كيطيح الثمن. لا هما ما تنافسوش، تواطؤوا بالاتفاق ديال الرئيس ديال الحكومه ساعتها، كان وزير ديال الفلاحه وكان المسير ديال داك الشيء السيد ديالو، وبداو كياخذوا واحد الربح اللي خلاهم قال لهم هذا الشيء البرلمان، وقالت لهم مجله التلكل، وقالت لهم الهيئه ديال المنافسه. شنو هي الهيئه المنافسه؟ المؤسسه ديال المنافسه الاخوان هي واحد المؤسسه ديال الحكامه دايرها جلاله الملك، هي واحد العدد ديال المؤسسات في مختلف المجالات اللي كتقول شنو كاين، باش سيدنا ما يمكنش يبقى متكي على الاخوه الخاوي، كيخصو يعرف شنو كاين في البلاد والمواطنين كذلك. ولكن هما في عوض ما يسمعوا لذاك المؤسسه وينوضوا يردوا 9 ديال المليار اللي حكمت، قالت لهم مؤسسه ديتيو 17 مليار او لا اكثر او لا اقل، خاصكم تخلصوا 9 ديال المليار للدوله. ناضت قربيله على ذاك السيد مسكين اللي خرج هذاك التقرير. طبعا ناضت قربيله على السي بوانو بعدا اللي ترأس اللجنه ديال تقصي الحقائق، وناضت قربيله على السي دريس القراوي، فهمتيني ولا؟ تعزل وجا واحد اخر بقى كيسلك، قال لهم ماشي بس ما كاين، خلصوا غير مليار و800 مليون ديال الدرهم. دابا انتم هذا المليار و800 مليون ديال الدرهم ما كتفهموها كاع اش كتعني انتم بدون شك. انتم من الصبت وصلوا للمليون ولا 100 مليون كاع الا كان شي واحد فيكم زعما ولكن مليار درهم هي 100 مليار سنتيم، و800 مليون هي 80 مليار هي 180 مليار ديال السنتيم. ياك السي دريس فهمتي؟ هاد 180 مليار ديال السنتيم خلصوها، بمعنى انهم كيعترفوا باللي خداو من الشعب المغربي بلا حق، وان المحكمه هذيك محكمه ديال المؤسسه ديال المنافسه حكمات عليهم وادانتهم، قالت لهم انتوما ديتيو الفلوس بغير حق، ودارت لهم غرامه وخلصوها. والعجيب وبقاو في الحكومه. هذه هي العجيبه. 17 مليار ديال الدرهم. غتقولوا لي هاد 17 مليار ديال الدرهم السي عبد الالهي ويلا هي دازت. لا
جا عاوتاني داك الشيء اللي قلنا شحال من مره وتنعاودوها ونعاودوها، التحليه ديال المياه ديال البحر ديال الدار البيضاء، لان الدار البيضاء عندها كبرات، عندها مشكل في الماء. كان صيفطوا لها الماء حنا من الرباط، فهمتيني ولا لا، من البوركراك، فهمتيني ولا لا، ودابا كيجي الماء من سبول البوركراك، والبوركراك كيمشي لتما الى اخره، ولكن داك الشيء ما بقاش كيقد. فكاين حل اللي هو اللي معمول به دوليا، وهو تيمشيو للماء ديال البحر وتيحليوه. ما معنى تيحليوه؟ معناه انهم كيبخروه وتيخرجوا منه البخار اللي كيولي ماء وتيخليوه الملح لواحد الجهه. هذه هي التحليه ديال المياه ديال البحر، فهمتيني ولا لا، وغيوزعوه على الناس وغادي يخلصوه الناس وداك الشيء. خداو هاد القضيه هذه ب6 المليار ديال الدرهم، ياك الاخوان؟ هذا الشيء اللي كاين، راه حتى انا ما تنضبطش زعما هاد الارقام مزيان. 600 مليار ديال السنتيم، حتى بردوا الصفقه وخداوها وداروها في جيبهم، ومشاو لواحد المؤسسه كاينه في الحكومه اسميتها لجنه الاستثمار. شنو هي هذه لجنه الاستثمار؟ هذه لجنه الاستثمار هي الا بغيتي دير شي مشروع والدوله شافت بلي ذاك المشروع في صالحها، وانت ما عندكش مثلا الارض، ما عندكش الفلوس كافيه الى اخره، تطلب من الدوله شي حاجه، كتقول لهم اعطيوني انا الارض فابور وانا ندير هذا المشروع ونخدم لكم مثلا 1000 واحد او لا 100، اعطيوني هذا سميتو زيدوني 100 مليون وندير لكم كذا الى اخره. الى الحكومه اقتنعت كتعطيك. انا ملي كنت رئيس الحكومه كنت كنترأس هذه اللجنه هذه، وكنعطي للناس اللي كيبان لي ديك الساعات بانهم غادي يديروا شي خير في البلاد وداك الشيء. البعض منهم كيوفي، البعض منهم كيتلاعب ويخلي حتى من بعد وياخذ ويشد الارض يحاول يبيعها الى اخره. فالمهم عندنا مشى لهذيك اللجنه ديال الاستثمار تيقول لهم عاونونا اعطيونا 260 مليار ديال السنتيم. كيف؟ هذه ما القضيه ما خداماش. جيتي يعني درنا المناقصه. شنو المناقصه بالدرجه سي دريس؟ انت يعني بحال السمساره طاحت عليك، خديتيها وجيتي لعندي كتقول لي عاوني على المناقصه. كيفاش؟ انت خديتيها كتحمل والا كان خاصني نقول هذا الشيء قبل ما نعطيها لك باش حتى الاخرين يعرفوا باللي راه عندهم 260 مليار. مشى دوزها، ولانه هو الرئيس ديال هو شريك اساسي في الشركه اللي خدات تحليه البحر، وهو الرئيس ديال ديك اللجنه، ودوزها لراسو، دوز 260 مليار. جاب الله كنقول لكم ونعاود لكم، قال لكم السي دريس هذا الشعب عنده عقل، وحتى الدوله ديالنا عندها عقل. غتلاحظوا واحد الظاهره الاخوان المغاربه، الدوله المغربيه ما عمرها كتخلي القضيه حتى تحماض، كتخليها غير كتجي تحماض كتعاود. شي وحدين من هذوك اللي كيفهموا لهذا الشيء جبدوا ليه ودنيه، قالوا لي هذا الشيء راه عندك السي اخنوش معيق، راه الا خديتي هاد 260 مليار غادي تكون مصيبه بالنسبه للمجتمع وبالنسبه للدوله. تراجع، جا عندنا للبرلمان قال لك اسيدي هذاك 260 مليار ما غناخذهاش. ايوا واخا، اش كيقتضي هذا الشيء؟ كيقتضي انك هذيك 260 مليار اللي ما خديتيش تكتب قرار كيلغي القرار ديال اللجنه ديال الاستثمار، ما دارهاش. كيقتضي هذا الشيء انك تعتذر للمغاربه، نقولوا غلطتي ما اعتذرش. تيقتضي انك الا كنتي كتحشم تقدم استقالتك وتمشي في حالك. ما قدمش استقالته وساكت وجالس رئيس ديال الحكومه على قلوب المغاربه. دابا الناس كيقولوا جن زيد والاخ تيشكي من الثمن ديال اللوبيا وديال العدس وداك الشيء. انا نقول لك الاخ الكريم، الا صوتي على عبد الاله بن كيران او لا على العداله والتنميه ان شاء الله الرحمن الرحيم ربي غينزل الرحمه ديالو ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله. ولكن ما تنوعدك بتا شي حاجه. يمكن هذه الاثمنه تكون يمكن قل منها، يمكن يكون اكثر منها، ولكن ملي غتعرفني باللي انا ما مديتش يدي المال اللي ماشي من حقي، وباللي انا بحالي بحالك ولا بجوجنا كنعاني، وملي كنشرح لك السبب علاش داك الشيء وقع انت غادي تقبل. المغاربه مستعدين يعيشوا بالخبز وتاي الا شافوا العدل. واحد النهار كنت في امريكا الاخوان الكرام، كنت في امريكا وناضت واحد السيده درت واحد الكلمه على المغرب
ونضت واحد السيده كتقول لي كيفاش غادي ديروا نتوما في المغرب الا حكمتيو في حين انه كاين كذا وكذا ديال الفقر وكذا وكذا. قلت لها المغاربه لا يشتكون بالفقر، المغاربه كي مستعدين يعيشوا بالخبز وتاي، المغاربه يشتكون من الظلم. فالناس ملي كيشوفوا الظلم، راه هذا الشيء علاش خرجت جينيراسيون زد، وهذا الشيء علاش خرجوا الناس ديال الريف، وهذا الشيء علاش الناس ما عجبهمش الحال. ما لو كان جينا قلنا لهم الغالب الله، الدوله ما عندهاش الامكانيات، داك الشيء اللي عندنا راه حنا كنديروه معكم، وكنبداو بحال اللي كنت كنعمل لهم انا بالادنى فالادنى بالتحت. بديت بالناس اللي كيقبطوا قل من 60,000 ريال، رديت لهم كلهم 60,000 ريال، ما كاينش في الدوله اللي كيقبط قل من 60,000 ريال. بديت بالناس اللي في التقاعد كيقبطوا 20,000 ريال، رديت لهم كلهم 30,000 ريال. بديت بالطلبه اللي ما كانش عندهم المنحه، عطيتهم المنحه او لا زدت لهم فيها. بديت بالطلبه ديال التكوين المهني، عطيتهم المنحه. بديت بالطلبه درت لهم التغطيه الصحيه، كل طالب مرض يمشي للمستشفى يتعالج ما ياخذوا منه حتى ريال. قالوا لي السي عبد الاله يا اخي يخلص غير 100 درهم في العام، قلت لهم ما يخلص لا 100 درهم لا 100 باكور هندي. اش غنديروا حنا هاد 100 درهم؟ يا شنو معنى 100 درهم؟ هذيك 100 درهم باش هذاك اللي ما خلصش نسى ولا ما مشاش ولا ما عندوش، ملي يمشي يداوى يقولوا له ما يمكنناش نعالجوك. جاو هادو حيدوا الدراري، قال لك اسيدي الدراري داخلين مع باواتهم، سيروا الله يعطيكم اللي يتلفكم اكثر راكم متلفين، راكم متلفين. لا، هادو ناس ضحكت لهم الدنيا ونساو الباقي. مزيان الا ضحكت لك الدنيا تمتع، ولكن خاصك تعاون الناس باش يكونوا كلهم ضاحكين، ولا ما كانوش يضحكوا قدك على الاقل يبتسموا. راه كان الحسن الثاني الله يرحمه تيقول لهم انا لا احب ان اكون في جزيره من الثروه او اليسار. Je n'aime pas être dans un îlot de prospérité entouré d'un océan de misère. ما نبغيش نكون محاط بمحيط من البؤس وانا في هذا ملك اللي كان تيفهم الشعور ديال المواطنين. ولكن الملوك راه سيدنا جا كيسولهم قال لهم فين هي الثروه، جا كيسولهم فين هي الثروه. والملوك راه ما يمكنلهمش يديروا كل شيء، الملوك ما تيعرفوش كل شيء، والملوك راه عندهم حاشيه اللي كتنضج لهم الافكار والاراء. ملي تشوف الملوك تيقولوا هذا الكلام وكيسولوا هذه الاسئله معناه اننا في خطر. انت ودابا تيقول المغرب بسرعتين، الملك ديالنا كيشتكي، الملك ديالنا تيقول انا كملك ما كنتيقش في الاحزاب السياسيه. اش داروا؟ قال لك ولاد عبد الواحد كلهم واحد، ما لقاو ما يديروا مع هذه العداله والتنميه. قالوا الحل معاه ونشدوه نخشيوه في وسط الاحزاب ونشوهوا الصوره ديال كل شيء ونلوحوه للمجتمع، نقولوا لهم بولاد عبد الواحد كاع واحد، حتى العداله والتنميه حتى هو بحاله بحالهم. اسيدي لكن حنا بحالنا بحالكم، هاي دينا ما ديوناش للحبس، قطعوها الا خدينا الصفقه لانفسنا، قطعوها الى مسينا المال الحرام، قطعوها الى درنا شي حاجه اللي ماشي مشروعه. حنا ماشي ضد الامتيازات اللي عندنا او اللي كتعطيها لنا القانون، ولكن كنحاولوا نوقفوا تما. والحمد لله هذا الشيء دابا ولا العالم كله يعترف به. تيقول العداله والتنميه يديهم نقيين. الخصوم كيعترفوا بهذا الشيء، ولكن ماشي غير هذا الشيء، كاين واحد القضيه اخرى تيخص الاخوان ديالنا، تيخص المواطنين يكونوا بعقلهم. ملي كيجي لعندكم السي دريس الازامي تيقول لكم المغاربه راه في 2022 كانوا غيتسالوا الفلوس ديال التقاعد، بمعنى في 2023 ياك ما طولت عليكم الاستاذه لا
شاء الله ان شاء الله الا وصلنا لرئاسه الحكومه نديروا لا كليماتيزاسيون لهذه القاعه. قال لك علاش قلتي الا وصلنا لرئاسه الحكومه نحيدوا ديك الساعه الاضافيه؟ علاش قلتي؟ داروا فضيحه. الحكومه اللي ما تقدرش تحيد حتى ساعه علاش تصلح؟ واخا نبقاو في ديك الحكومه غير ساعه، نحيدوا ديك الساعه ونمشيو في حالنا كاع، مالنا حنا شنو واقع عندنا. قال لك علاش قلتي نحيدوا 30 عام؟ هاد 30 عام غير يشرحوها ليا. كانوا الناس عندهم امال يدوزوا ذاك الامتحان ديال التعليم وينجحوا فيه وينقذوا نفوسهم وينقذوا الاسر ديالهم من الفقر. قال لك لا، ما كاينش القانون كيقول 45 غنردوها 30. يا ودي الله يهديكم. انا ملي كنت رئيس ديال الحكومه كانوا كيجيو عندي الناس عندهم 50 عام وكنعطيهم الاذن باش يدوزوا الكونكور، لان هذاك الانسان اللي عنده 50 عام ودارت به الاحوال الا دوز ذاك الكونكور ونجح تيخدم ديك الساعات 10 سنوات، فهمتيني ولا؟ وتيبقى له واحد التقاعد كيتنفس السعداء، ما تيكونش مرتاح ماديا ولكن احسن من انه ما يكون عنده والو. فملي تيقول لكم الاخوان خصكم انتم دابا كمواطنين، ماشي دابا صحيح التقاعد انا اللي درت لكم والناس ولاو تيخدموا 3 سنين زايده والى اخره، واحد العدد ديال الامور، شي حاجه في صالحكم شي حاجه انتم خلصتيوها. ولكن ملي نقول لكم راه كنتيو في 23 ما غتلقاوش ما تاخذوا، وانا ديك الساعات ماشي بغيت داك الشيء نحيد لكم حقكم، ولكن بغيت نعتق لكم المستقبل ديالكم، خاصكم تفهموا. دابا تيجيو تيقول لكم غير هو اللي زاد عليكم في التقاعد. واش زدت عليكم في التقاعد باش ندير الفلوس في جيبي؟ واش زدت عليكم التقاعد باش نعذبكم؟ شنو بيني وبينكم؟ ولكن كنفكر في مصلحتكم للمدى البعيد. 23 خديتيو التقاعد ديالكم، 24 خديتيو التقاعد ديالكم، 25 خديتيو التقاعد ديالكم، 26 كتاخذوا التقاعد ديالكم. ما كنتيوش غتاخذوه، او لا غادي يتخاد داك الفرق اللي محتاج باش يكمل داك الفلوس من الاجره ديال الموظفين. اذا الموظف اللي كان كياخذ مثلا 10000 درهم غادي ياخذ 9500 درهم، او لا 10000 درهم، او لا 9000 درهم. ولكن انا داك الشيء الاصلاح اللي درت دابا الحمد لله كيصلح، وراه كان خصهم في 27 يديروا الاصلاح، ما داروش، كانوا موعدين باش يديروا في 22. هذه حكومه فاشله، ما يمكنلكش دير الاصلاح بلا ما تقصح الناس واحد شويه. اسمحوا لي نقولها لكم، انا ملي درت المقاصه، ملي حيدت المقاصه وبداو الناس كيخلصوا ليسونس ولا المازوت زايد واحد شويه، واحد العدد ديال الناس اللي عندهم السيارات تبارك الله كبيره وعندهم امكانيات وكانوا كيستافدوا من داك 2 ولا 3 ديال الدرهم ما بقاتش. شحال ربحت الدوله؟ من 57 مليار ديال الدرهم ولينا كنخلصوا المقاصه 13 مليار ديال الدرهم. 44 مليار ديال الدرهم المغاربه اللي ربحت الميزانيه ديالكم. كيجيو عند الناس تيقول لهم انتم مالكم؟ خليوا بابا هذيك الدوله هي تخلص. منين غتخلص الصقع؟ غادي تخلص ما حد عندها، من اللي ما غيبقاش عندها غتحيد هذاك التقاعد كامل، غتحيد ديك المقصه كامله، غادي نرجعوا للوقت ديال التقويم الهيكلي، غادي نرجعوا لذاك الشيء اللي وقع في اليونان. سمحوا لي، انا كنت رئيس الحكومه ودابا كتقولوا باللي كتبغيوني، انا عمرني ما غنكذب عليكم، اللي ولا بدا منها غنديرها. عجبكم الحال مبارك مسعود، ما عجبكمش الحال نمشي انا بحالي. وديك الساعات اللي غادي يجي ملي وصل البلاد لشي كارثه، اجيو ديك الساعات قلبوا عليا في المقابر ولا شوفوا فين غتلقاوني وجيبوني ديك الساعات نقدر لكم نصالح. لا غيطول شحال ما بغى يطول بابا غادي يتفضى، فهمتيني ولا؟ ولكن انا خصني نوصل عند الله بسلام، وباش نوصل عند الله بسلام خصني نكون معكم صريح وواضح ونقول لكم الحاجه اللي تخصها. التقاعد ها هو السبب ديالو، المقصه ها هو السبب ديالها، الاصلاحات الاخرى اللي عملناها الاخوان، لان سكينو زنيم هو العدل. انتم محتاجين للعدل. كانوا الناس كيتجمعوا في الباب ديال البرلمان وتيبغاو يغوتوا وتيطالبوا بالوظيفه العموميه وتيكونوا لوبيات في الوسط وتيبداو يقيدوا الناس، ولا اول حاجه كياخذوا منك 15000 درهم.
ومن بعد كيبداو يقيدوك واش كتحضر ولا ما كتحضرش، وديك 15000 درهم الله اللي عالم شكون اللي كياخذها واش كيدير بها. ومن بعد ملي كيمشيو باش يوظفوا، كيوظفوا واحد 3000 ولا 4000 تيصاوبوا اللوائح ديالهم، فهمتيني ولا لا، وتيعطيوهم واش تياخذوا منهم الفلوس ولا ما تياخذوش منهم داك الفلوس، والاخرين تيكبوا على كرشهم الماء. جيت انا قلت لهم ما كاينش هذا الشيء، الوظيفه بالمباراه، اللي نجح في المباراه يتوظف، اللي ما نجحش في المباراه يمشي يلعب. ولكن المباراه ها هي كلمه المباراه. جا السي الرميد دار لكم المباراه ديال العدل ديال المحاماه، دوز الناس اللي كيستحقوا، كل شيء سمع واطاع. جا هذا المدوخ اللي عندكم دابا في وزاره العدل دار مباراه، نجح 2000 خرج له الشارع. عندك عاود المباراه. شنو هذا الشيء؟ بمعنى انك تعترف ان المباراه الاولى الناس اللي نجحتي فيها ماشي هما هذوك. الوالده كانت كتقول لي واش ندب ولا تيجي عزوز. راه ماشي غير هذا اللي فاسي، هذا فاسي حيت تزاد هنا، اما انا فاسي واخا تزاديت في الرباط. انا فاسي ابن فاسي وابن فاسيه وانتهى الكلام والسلام. الاخوان، واش بغيتيوني نجي نبدا نكذب عليكم، نقول لكم الوعود الفارغه غدا وبعد غدا تقول لي السي عبد الاله ما يعني ما لا، انا بوجهي احمر قدامكم. بغيتيو تحاكموني انا موجود، انا كنت رئيس ديال الحكومه ديالكم، بغيتيو تحاكموني انا مستعد، انا موجود، ما خايفش الحمد لله. داك الشيء اللي درت كله درته بنيه حسنه وفي اطار مصلحه الوطن وفي اطار مصلحه المواطنين، وتكون النتيجه كيف ما بغات تكون. ولكن العداله والتنميه ماشي ديال مره واحده. بون، جينا حنايا في 2011 عاقلين، كانت العافيه غاديه تشعل. الحمد لله التدخل ديال سيدنا بحال اللي قال هو الاول. حنا عندنا سيدنا دائما هو الاول، لان المهم سيدنا خصو يبقى في المرتبه ديالو، لان سيدنا ماشي حاكم عادي وماشي رئيس دوله جبناه بالانتخابات ونصيفطوه بالانتخابات. سيدنا رمز ديال البلاد، لا طاح الرمز لا قدر الله ما غتلقى، ما غتعرف شنو غتجمع، غيتشتت كل شيء. رئيس الحكومه ماشي مشكل، يبقى يمشي شي بس ما كاين. يعني شنو كنت كنقول السي ادريس؟ 2011 لقينا العافيه غادي تشعل. شكون اللي ذاك الساعات نزل للشارع وهضر مع الناس في مختلف مدن المغرب، مراكش، سيدي قاسم، هنا في فاس، وشرح وقال ودي هاد الناس اللي خارجين حنا ماشي ضدهم، تيطالبوا بالاصلاح، ولكن ما خصهمش يغامروا بالمؤسسه الملكيه بصراحه ووضوح. وباش ما يغامروش بالمؤسسه الملكيه خصنا نطالبوا بالاصلاح في اطار السقف ديال المؤسسه الملكيه وفي اطار الدستور. وسيدنا استجب لنا ودرنا الدستور، والشعب فهمنا والدوله فهمتنا والملك فهمنا، جات الانتخابات ودينا 107 ولينا حنا الاولين. ودوزنا 5 سنين معاكم. واش في 5 سنين الانسان ما تيبانش، ما تيتفضحش، ما تتعرفش العيوب ديالو؟ 5 سنين ما يمكنش. من بعد ديك 5 سنين عطيتيوني 125 مقعد، كانت عندي 107 عطيتيوني 125. واش هذيك 125 ياك ما قريت لكم الطلاسم باش عطيتيوها ليا؟ وكنتيو ملي كنجي كتخرجوا بالالاف. بعدا جيت عندكم لهنا الفاس ولا ما جيتش؟ جينا المركب، عطيتيوني 125 ورديتيو السي ادريس الازمي، وهنيئا لكم الرئيس ديال المدينه، فهمتيني ولا لا؟ والله التصفيقات ما كافيين. هذا راه مولاي ادريس الازمي. سمعتي؟ ونجحنا وعيني سيدنا مره اخرى عاوتاني رئيس ديال الحكومه، تحركوا الشياطين، فهمتي؟ انا غنقول لكم داك الشيء اللي قال لي شباط، فهمتي ولا لا؟
قال لي يا سي عبد الاله تجمعنا تجمع هو والياس. هاد الياس بعدا شحال كيدي في الشهر؟ 7 المليون. هذا راه بنا، هذا راه شرا اوطيل في اسبانيا. انا مازال ما عنديش حتى شقه في الرباط، والله ما عندي. لعن الشيطان علاش؟ والله ما عندي. شوف، عندي امراه سميتها نبيله، عندها دار احنا ساكنين معاها، ما لم تغير رايها. دابا خصني نخليكم تمشيو تصليو وقيلا، فهمتي ولا؟ غتصليو شويه معطلين شي ما كاين. لا تجمع شباب جا تيقول لي جمعت انا والشقر والياس ومزوار نهار السبت. سيدنا كان غيعيني نهار السبت، ولاو عيطوا عليا نجي حتى نهار الاثنين. تجمعوا هاد العفاريت بأربعة وقالوا حنا غنكتبوا رساله لسيدنا ونقولوا له حنا ما غنشاركوش مع هذا السيد في الحكومه اللي جا هو الاول. جا هو قال لهم طيب شكون اللي غادي يكون رئيس البرلمان؟ قال له الياس العمري. هادشي اللي كيقول شباط. قال له الياس العمري غادي يولي رئيس البرلمان المالكي الله يذكره بخير الله يشافيه. قال له شكون اللي غيكون رئيس الحكومه؟ قال له انا. هو يتلاح عليه قجو. كتعرفوا هذه الاخبار ولا لا؟ انا نقولها لكم بدون مقابل. هو يتلاح عليه قجو، ناضوا ضربوا. هادشي راه دايرين المصحف باش غيحلفوا، ولكن الطبله الله اعلم شنو فوق منها، ولكن المصحف كاين. ارى الله شاهد على هذا الشيء تنقول لكم. الحاصل داب هو وياهم. علاش؟ لانه هو كان باغي يكون رئيس مجلس النواب، ومواعد هذاك ابو حفص، هذاك واش ابو حفص ولا ابو زفت ولا الله اعلم، مواعدو باش هو غيولي رئيس مجلس النواب والاخر غيولي في البرلمان. فلا رجعت ولا رجع الحمار. على حساب اللي قالت الصحافه ديك الساعات. هذا شباط، فهمتيني ولا لا؟ خرج من تما يمشي عند السي محمد بوسته الله يرحمه، عاود ليه هذا الشيء، قال لي سير عند السي بن كيران. وهو يخرج وجمع المجلس الوطني وخرج واحد التصريح كيقول فيه حنا غنبقى لا ما كاش غنشاركوا، غندعموا هذه الحكومه واخا ما نشاركوش فيها. انا بصراحه داك شباط ما عمرو ما داز لي، وكان خاصني ما نتعاملش معاه هكذاك، ولكن كبر فيا ذاك الكلام. ملي قال انا غادي لا، ما هو ما خلى ما قال عليا، ما خلى ما قال عليا، فهمتي ولا لا؟ راكم عارفين كل شيء بلا ما نفكركم، لانه انتم كتشوفوا الاقدار ديال الله، شوفوا كيفاش كتدور. واحد النهار جيت لهنا لهاد القاعه هادي وصفت لي شي ياك، صفت لي البلطجيه اللي هنايا وطيحوا لي المنصه، سحاب لي باش غادي نتخلع منهم، فهمتي ولا لا؟ حنا بقينا هنايا وهما مشاو بحالهم وحنايا. ف ديك الساعات كبر فيا هذا الكلام، جاني كبير واستقبلته وقلت له عرفتي اش غدير؟ نسى كل شيء، داك الشيء اللي كنتي كتقول نساه، ودابا يعني نتصالحوا، بغيت ندخلوا معايا الحكومه الى اخره. مشى دار لنا عاوتاني ديك لابيتيز ديال موريتانيا ولينا في حكايه اخرى الى اخره. فداروا مؤامره، في الاخر ديك المؤامره عبد الاله بن كيران طاح، ما عندنا ما نقول. جاني الاعفاء من سيدنا لان ما بغاوش يدخلوا معايا الحكومه، ما يمكنليش، ما عنديش الاغلبيه، ما يمكنليش تكون الحكومه. جاني الاعفاء من سيدنا، قال لي السي عزيمه السي بكيران راه سيدنا عفاك بواحد الطريقه مؤدبه. قلت له انا من الحاجه اللي يقولها سيدنا انتهى الكلام، انا ما تنتظر مني الا نقول لك انه سمعا وطاعه. قال لي هذا الشيء اللي كنت كننتظر منك السي بكيران، عارف اللي انت ما خرج. مشيت في حالتي، خداو الحكومه واخا ترأسها السي سعد الدين العثماني، ولكن ما كانتش هي حكومه ديال العداله والتنميه بحال الاولى. باش نكونوا واضحين الاخوان، تيقول لكم السي دريس 10 سنوات، ولكن ال10 سنوات في حدود مسؤولياتنا،
ماشي كل شيء اللي دار ديك الساعات كان هذا أخنوش له اليد العليا في تلك الحكومة. هذه هي الحقيقة. وصلونا لذاك النتيجة وطحنا وتهرسنا، ومع ذلك قلنا حنايا ما مفكينش، ونضنا وتوكلنا على الله. ولا بد نذكر واحد القضية. انتوما المدينة الأولى اللي استقبلتني من بعد هذيك الطيحة هذيك، وجاو العيالات ديالكم وزغرتوا عليا. هذاك النهار بكيت، عرفت باللي الحمد لله الشعب المغربي وفي، وما دام كيفرح بيا وكيفرح بالحزب ديالي وباقي فيه ما يجي ويجلس معانا ويسمع لينا، غادي يكون خير. وهذا الخير هانتوما كتشوفوه. احنا الحمد لله استمرينا، احنا واجهنا هاد الناس اللي كانوا كيحكمونا هاد 5 سنوات بكل ما اتانا الله من قوه، وكشفناهم من المجتمع وعرفوهم من المجتمع، لا في القضيه ديال تضارب المصالح ديال الماء، ولا في القضيه ديال الادويه، ولا في القضيه ديال الماشيه، والى اخره والى اخره، ما نذكر وما لا نذكر. واليوم الحمد لله العداله والتنميه. شنو بغى العداله والتنميه؟ يعني بغى المناصب، بغى الوزارات، بغى لا. الا كان بغى هذا الشيء غير لراسو اللي لا يوصلوا ليه. العداله والتنميه ماشي كيكره هذا الشيء، لا، بغى هذا الشيء لراسو، ولكن بغى هذا الشيء لراسو باش يقوم اولا على خدمتكم انتم. وهذا الذي يمكن ان نتعاهد عليه في اطار واحد القضيه. نقولها لكم، احنا غنجيبوا لكم برنامج ولكن ما غنكذبوش عليكم. المغرب ماشي احنا اللي كنحكموه، المغرب كيحكموا السلطان. ولا كتقولوا لا بغيتيو الملكيه البرلمانيه ولا شي حاجه وجدوا ريوسكم باش شي نهار تلقاو الشجر ولا الشباط كيسير هذا المغرب، وديك الساعات تشوفوا فين غنمشيو. والديمقراطيه ديالكم هادشي اللي عطاتنا. ايوا الا بغيتيو تعودون بالله خليونا مع الملك ديالنا، نعرفه هو يعرفنا. واش كتفهموا هضرتي ولا لا؟ كنعرفوه فين تزاد، وكنعرفوه فين قرا، وكنعرفوه كيف تربى، وكيف ما كان الحال كنلقاو معاه اتساع. وبعد الله راه هو اللي كيحمي هذا الشيء هذا باش انا جالس معاكم هنايا وباش المغاربه. اما راه هما قال لك بغاو يحلونا، واش ندعي عليهم الله يحلهم هما؟ بلاش فهمتي ولا؟ رانا الا دعيت عليهم الله باش يحلوا ما تعرفش يحلوا، واش يحلوا من العظام ولا يحلوا بشي حاجه اخرى. فانا سمعوني مزيان اش نقول لكم المغاربه، حنايا في جميع الاحوال الا طلعنا للحكومه غادي نطلعوا باش نعاونوا جلاله الملك. نقول لكم الصراحه، ماشي معنى ما عندنا ما نديروا، عندنا ما نديروا، وداك الشيء اللي غنديروا اذا سمح به جلاله الملك غادي يكون. وهو راه ما تيوقفش في وجه الحاجه اللي فيها المصلحه. اقسم بالله ما طلب مني ندير الاصلاح ديال المقصه، اقسم بالله ما طلب مني ندير الاصلاح ديال التقاعد، اقسم بالله. ولا الاصلاحات الاخرى اللي درناها. كيقول لك هذه الحكومه ما دارت والو، هي اللي خلات لكم الفلوس اللي كتبومباو بهم دابا. كيفاش ما درنا والو؟ درنا الحمد لله الخير والبركه، وعطانا الشعب. طاحت الحكومه ديال السي العثماني، جينا حنا كنضربوا اليوم. بغينا نرجعوا لرئاسه الحكومه باش نقوموا بالدور ديالنا التاريخي، باش يرجع المغرب للمستوى التاريخي اللي كان عنده. لان هذه البلاد بحال اللي قال لكم الاخ الكريم اللي عاود قرا لكم ذاك النشيد الوطني بطريقته، هذه بلاد اللي كان عندها تاريخ مجيد، وحمات الاسلام في الغرب ديالو لمده 13 قرنا، وكان فيها رجال عظام، وكان فيها. بغات اليوم ترجع لهذا الشيء، وباش ترجع له خصها ترجع تمسك بالدين ديالها، خصها ترجع تمسك بالمصلحه العامه، خصها ترجع تمسك بالوفاء للدستور ديالها والملكيه ديالها، وخصها ترجع للديمقراطيه حقيقيه. والى عملنا هذا الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم المستقبل سيكون باسما
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.